السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح جماعه. بصوا، انا جايه مستعجله جدا جدا وعايزه اقول لكم كده حاجه في دقيقه كده، يعني ايه، ما قدرتش ان انا والله استنى ان انا اقوم البس واحط ميك اب والكلام ده، قلت اقول لكم على طول. في عجاله كده في دقيقه واحده ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انا اول مره اعمل التريكه دي النهارده او الحكايه دي النهارده. انا بقالي سنين على سنين مش بدهن شعري بزيت ابدا. طبعا انتوا عارفين انا بدهنه دايما بحته من ليف ان افريكانا او اي حاجه، ونقطه سيرم. وانتوا عارفين الحكايه دي بعد ما بغسله واحط حمام كريم او بلسم او الكلام ده. لا النهارده عملت حركه تانية لان كنت مستعجله وما لقيتش الليف ان قدامي. عملت حركه تانية وما كنتش عارفه عواقبها يعني. ايه اللي حصل؟ انا قمت غسلت شعري، كان المفروض يتغسل النهارده، قمت غسلته وبشامبو، اي شامبو عندك يعني. انا غسلته بشامبو بتاع بليزا، وقمت جايه حاطه حمام كريم بتاع ايفا ده. سبته على شعري ساعه بالظبط او ساعه و10 دقائق كمان، وكنت لفاه بكيس تمام. وبعد كده قمت جايه غسلاه، شطفته بس طبعا من غير اي شامبو تاني، شطفته بس. وبعد كده قمت جايه دهنه شعري دهنه بزيت ليندو ده. وانتوا عارفين طبعا انا ضد دهان الشعر بزيت، يعني ابدا عمري ما بعمل الحركه دي. اتفاجئت ان النتيجه تحفه تحفه تحفه، ولفيته طاقيه. وبعد ساعه كده قمت جايه قلبه الطاقيه للناحيه التانيه. بفك شعري دلوقتي، انا شعري يعني شعري حرفيا حرير حرير حرير، مش باين فيه اي تقصف، وطري وناعم وتحفه تحفه يا جماعه، وبيلمع جميل قوي قوي قوي. طبعا يا جماعه زيت ليندو اصلا خفيف، يعتبر زي الميه. لو رشيتيه على ايدك كده هتلاقيه زي الميه وخفيف، معالج بشكل معين في مجموعه زيوت بتقوي الشعر جدا. انا كنت بستعمله كحمام زيت وخلاص، بس النهارده قمت جايه ايه دهنه بالشعر كده، قلت ايه مش مشكله مره وخلاص ومش هكررها تاني. اتفاجئت من النتيجه روعه روعه، خاصه بعد ما لفيت شعري. جماعه التركه دي تحفه، يعني ممكن اعتمدها كمان مع التركه التانيه اللي هو نقطه ليف ان مع سيرم. تحفه يا جماعه، ولفوا شعركم وقلبوا الناحيه التانيه هتشوفوا نتيجه روعه روعه روعه. آم، يعني ايدي حرفيا بتتزحلق من على شعري حرفيا. بجد يا جماعه اقسم بالله انا ما بحبش احلف، بس بجد بجد التركه دي تحفه قوي، تحفه جدا جدا. جربوها بجد، جربوها. الحمام الكريم بتاع الو ايفا ده يا جماعه، مع انه سعره رخيص جدا، تقريبا ب 68 اهو، وساعات بيوصل ل 70. ومع انه رخيص بس تحفه يا جماعه، مطرلي شعري مع ليندو، كومبو فظيع فظيع فظيع. بجد يا جماعه والله العظيم اعتمدوا الطريقه دي مع الدهان بتاعكم، او جربوها. قوموا جربوها، او جربوها لما تغسلوا شعركم المره الجايه، وشوفوا كده ايه اللي هيحصل معاكم. انا بالنسبه لي تحفه يا جماعه، بجد بجد بجد. ليندو كنت قايل لكم ان هو كان الرينج بتاعه حوالي 200 جنيه، وده ب 68 هو، بس هو غالي دلوقتي، ممكن يخش في 70 او 75، حسب المكان اللي انتوا فيه. بس ما قلت لا، قلت اجي اقول لكم، وما قدرتش استنى والله العظيم، ما قدرتش استنى ان أنا اقوم. بجد حرفيا كده اقوم لسه اعمل ميك اب والبس والكلام ده، قلت لا لا لا، كنت لاني عارفه ان انا هكسل. يا جماعه جربوا التركه دي او الحكايه دي، جربوا جربوا بجد. وهو كمان هيشتغل على انه حمام زيت، يعني هيبقى دهان لشعرك، وفي نفس الوقت يبقى حمام زيت. وشوف النتيجه روعه 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 يا جماعه بجد. يعني نتيجه ظاهريه حلوه جدا. والنتيجه بقى اللي هو بيغذي الفروه دي، اكيد هو بيغذيها اكيد اكيد، يعني انتوا عارفين انا اصلا بستعمله كحمام زيت. انتوا عارفين روحوا شوفوا الفيديو بتاعه، يعني انا عامله فيديو مخصوص على ليندو ده. ده ليندو ده يا جماعه من الحاجات القديمه اللي كنت بستعملها زمان قوي، ورجعت سبتها ورجعت كملت فيها تاني. لان انتوا عارفين انا ماشيه في حته ايه، برجع القديم تاني وزمن العنايه الجميل. انا خلاص هتبنى الحته دي، هنرجع لزمن العنايه الجميل بتاعنا احنا زمان، وبتاع امهاتنا والكلام ده. زمن اللخبطه الفظيع بتاع المنتجات الكتير قوي دي لا، انا عايزه اخرج منه بجد بجد. عايزه اكتفي منتجين للشعر، منتجين للبشره، خلاص وانتهينا. تحفه يا جماعه بجد، قوموا جربوا يا جماعه والنبي، قوموا جربوا بجد بجد بجد. مع السلامه يا حلوين.